السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ولو دي أول زيارة ليك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتسيب لنا تعليق أسفل القناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. هنتكلم النهارده عن بوت بيبي دوج. البوت دوت يا جماعه اللي اشتغل على بوت هامستر هو نفس النظام، يعني هو نفس النظام بوت هامستر اللي انت هنا بتضغط كده في النص كده، بتقدر اللي انت تعدل زي ما انت شايف فوق العدد بيزيد. تمام. دوت اول حاجه في اللي انت تقدر تكسب منها. تاني حاجه الشغل هيبقى على اللي انت تلاقي الكروت وكده، يعني الكروت دي كلها اللي انت تقدر تلاقيها. كل ما تلاقيها كل ما يكون افضل ليك، وكل ما تجيب عملات اكتر. يعني العملات اللي انت بتجمعها في النقرات، لا ما تشغلش دماغك بقى، انت تحاول ان انت ترقي الكروت ديت عشان تزود سرعه التعدين بتاعك في الساعه. كل ساعه يجي لك مليون، كل ساعه يجي لك 2 مليون. كل ما ترقي الكروت ديت كل ما تلاقي سرعه التعدين بتاعتك بتزيد وبتشتغل لوحدها. كل ساعه بتخش تجمع العملات وخلاص. فانت حاول على قد ما تقدر تلاقي كل الكروت ديت، وما تشغلش دماغك ان حتى لو انت خلصت العمله اللي موجوده معاك فما تقلقش، الكروت ديت هتعوضها لك وبزياده وبزياده وكتير يعني. يعني مش العملات اللي هتقل اللي انت بتجمعها وخلاص، لا، الكروت دي هتزودها لك وبسرعه. طبعا البوت لسه في اوله، يعني حاولوا ان انتوا تشتغلوا عليه. والعمله دي يا جماعه مدرجه على باينانس على الويب 3، يعني العملات اللي لسه هتندرج على منصه باينانس، يعني هي مدروجه دلوقتي في المحافظ اللامركزيه. هتندرج باذن الله بعد ما البوت ده يخلص، هتندرج على المنصات المركزيه اللي هي باينانس وبيت جيت والكلام ده كله. فاشتغلوا عليه والعمله هتبقى كويسه باذن الله. تمام. حاول ان انت تراقي الكروت على قد ما تقدر. تمام. خلاص احنا هنا رقينا. احنا لما بنراقي بنلاقي سرعه التعدين بتاعتنا اللي هي اللي فوق ديت كل ساعه بتربح 58,000. طيب انا كل ما بلاقي الكروت هي بتزيد، يعني مثلا انا عايز اراقي الكارت ده، اعرف الربح بتاعه في الساعه هنا. يعني انا ممكن اختار حتى الكروت اللي الربح بتاعها عالي، بحيث اللي هي ايه تزود لي الربح بتاعي في الساعه. يعني هنا الربح بتاعي في الساعه في الكارت ده لو انا عملته هيبقى 17,000. فانا اقوم عامله تمام، هيجي لي هنا ال 17,000 فوق على المبلغ اللي هو كان معايا. تمام. هنا 21,000. تمام. برضه هرقيه عشان بعد كده هيجي لي فوق هنا. فانت حاول ترقي، يعني اهم حاجه ان انت تزود الاعداد اللي هنا ديت، لان هي ديت المهمه، وهي دي يعتبر اللي انت هتكسب منها. يعني النقرات اللي انت بتعملها ديت انت مجرد بتنقر عشان تقدر تلاقي الحاجات دي كلها. فاهتم قوي جدا بالكروت. دي اول حاجه انت هتهتم بيها. تاني حاجه اللي هي الاصدقاء. هنا عندك الاصدقاء، يعني تحاول ان انت تدعو اصدقاء بحيث ان انت تاخد عليهم مكافآت. وهنا بعض المكافآت للناس اللي هي عملت يعني جابت اصدقاء كتير. فانت حاول ان انت تاخد اللينك بتاعك دوت، وبعدين تروح على المنصات بتاعتك اللي هي منصات التواصل الاجتماعي، وتحاول ان انت تجيب اصدقاء على قد ما تقدر. تالت حاجه هتبقى اللي هي المهام. المهام دي طبعا بتنزل لك مهام على طول. مهام ممكن يوميا او كل يوم او كل قصدي كل يومين او. فانت حاول انت على قد ما تقدر تخلص المهام بتاعتك ديت. تمام. ودي برضو بتزود لك عدد اللي انت فيه. طبعا ديت لسه ما اتفتحتش، فانت تشوف المهام اللي هي لسه ما اتفتحتش. انا ممكن اكون عامل المهام دي اساسا، فانا بصراحه مش عارف ايه المهام اللي انا لسه ما عملتهاش. وهنا حاول ان انت كل يوم تجمع، تخش يوميا هنا بانتظام عشان تاخد المكافاه. وكل يوم المكافاه بتزيد، يعني كل يوم المكافاه بتزيد. فانت حاول ان انت حتى بقول لك اقعد غدا، حاول ان انت تخش يوميا في المكان ده عشان لو فوتت يوم بترجع من الاول. يعني انت لو فوتت يوم بترجع من الاول. تمام. فانت حاول ان انت تاخد برضو المهمات ديت لانها مهمه وبتزودك بسرعه. تمام. هتقوم عامل ذهاب كده هيوديك مثلا للموقع، فانت هتقوم خارج منه، يعني هتقوم راجع تاني كده وتقوم عامل تحقق. في هنا بيقول لك ساعات مثلا ايه بعد ساعه هنعمل تحقق، يعني انا بيقول لك في غضون ساعه هيكون التحقق تم. وفي هيديك العملات بتاعتك على طول من غير ما يقول لك استنى واحد. فاحنا هنا هنقوم رايحين كلها مهمات بسيطة، حاجات بسيطة يعني. تويتر والكلام ده اعمل تحقق. تمام. هنا برضو انت ممكن مش شرط تدخل، يعني ممكن تقوم ان انت داخل على المهمة كده وتعمل مثلا ايه اذهب اللي انت تروح
لمثلا للتويتر، وتقوم شايله وتقوم راجع تاني وتعمل تحقق. هو بعد ساعة هيقوم هو هي يعني ممكن بص يعني ربع ساعة كده ولا حاجة، تقوم داخل تاني تقوم عامل ايه جامع، يعني زي ده كده تعمل جامع، هو خلاص كده اداني العملة. طبعا دي برضو حاجة من الحاجات هنا برضو. عندك الحاجات دي برضو المهمات اللي هي أولية لازم تخلصها. تمام. وهنروح هنا نشوف التقييم دوت. التقييم ده اللي هو بتاعك، اللي هو الرتبة بتاعتك، يعني انت فين دلوقتي. إيه مثلا اجمالي الاصدقاء، بيجيب لك الاصدقاء بتاعك هنا. تمام. إيه اجمالي الاصدقاء، يعني الناس اللي عامله اصدقاء اكتر، يعني اللي جايبه اصدقاء أكتر. يعني ده اول واحد جايب 5185 صاحب. فبالصلاة على النبي يعني ايه، ده اكيد صاحب قناة، فهو بيعرف يجيب ناس كتير. وعندك هنا السرعة بتاعتك برضو، بيجيب الناس اللي هي يعني ده في الساعة بتاعته بيجمع 5 مليون و700 ألف، يعني برضو رقم جميل. فهو البوت سهل جدا وما فيهوش أي مشكلة. أنت تخش تعمل نقرات كده، تحاول تجمع وتحاول تلاقي الكروت وتجيب أصدقاء. هو ده شغل البوت كله، ما فيهوش أي مشكلة ولا أي حاجة. عندك هنا لو أنت عايز تزود سرعة السرعة بتاعتك هنا، دي برضو ايه، هو بيقول لك برضو رقي، يعني الترقية بتزود لك سرعة التعديل. فأهم حاجة ان انت تقعد تلاقي الكروت دي، حتى لو هتخلص كل فلوسك عليها ما تقلقش منها. اهم حاجة تلاقي كل الكلام ده. فطبعا حتى اللي اشتغل على بوتها مستر هيلاقي ان، واكيد يعني في ناس كتير جدا اشتغل على بوتها مستر، هتلاقي الموضوع كله شبه بعضه. يعني هو ده بقى طريقة البوتات على التليجرام. اي عملة مثلا عايزة تندرج جديد، بيقوم بقى عامل برضو اللي هو دوت اللي هو البوت بتاعه، وبيبقى كله نفس القصة كده. فالعملة دي يا جماعة هتندرج وهتبقى كويسة، ويا مسهل تكون أحسن من البوت مصر، لأنها مصر طبعا ادانا شومة على دماغنا، وتعبنا كتير فيه وشقينا وما اداناش مكسب كويس. يعني أنا من الناس اداني $4، فمكسب مش كويس بصراحة. فبإذن الله العملة ديت جمع منها على قد ما تقدر، لأنها هتبقى عملة كويسة بإذن الله. تمام. بس هو ده كل البوت، وما فيهوش اي مشكله ولا اي حاجه تاني. واحنا كده يبقى احنا خلصنا الشرح بتاع البوت دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.